يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. تكملة للفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها مع المدير، سواء كنت مدير لأول مرة أو مدير بقالك فترة ومحتاج تطور شوية من المعلومات الخاصة بعملية الإدارة. اتكلمنا في آخر فيديو عن التشينج مانجمنت وقد إيه هي مهمة، واتكلمنا عن أنواع التشينج، وفي معنى أصح اتكلمنا على أهم معادلة أنت محتاج تعرفها عشان تبدأ تغير الوضع اللي أنت فيه، سواء مع نفسك لوحدك أو مع الموظفين اللي معاك. يتأتى مرحلة مهمة جدا وتكملة للتشينج هي الايموشنال ريسبونس، أو بمعنى أصح الريفلكشن، أو إن الموظف هيستجيب لعملية التغيير ببعض التغييرات في مشاعره أو في الحتة بتاع الايموشنز. بمعنى أصح هتلاقي في جزء من الايموشن في غضب، في جزء من الايموشن في اكتئاب أو ديبريشن. ولكن مطلوب منك حضرتك كمدير، ما دام انت قررت عمليه تغيير وعملت كل الاكسرسايز بتاعتك او كل المطلوب منك عشان تقول هو ده الوقت المناسب ان احنا نغير الوضع اللي احنا فيه او طريقه الاداره او لازم تبقى عارف ان الموظف اللي معاك هيمر بعمليه تغيير طبيعيه، هتكون عارفها ومدركها. بس مطلوب من حضرتك تبدا تتعامل معاها بصوره معينه عشان في الاخير بمعنى أصح يعني ينجح التغيير رغما عن أي حد. ولكن لازم تبقى عارف إحنا واصلين في أنهي مرحلة عشان تبدأ تتعامل معاها إزاي. كان أعرض لكم صورة كده مهمة جدا بتقول لك إن الناس الموظفين اللي معاك هيبقى التغيير بالنسبة لهم عامل إزاي. أول حاجة، عندنا تو أكسس زي ما أنتم شايفين. هو الجزء اللي أنت شايفه الواقف ده الأكسس السين والصاد يعني. هيقول لك ان الايموشنز، ان انا دلوقتي انا في انهي ابيسود او انهي مرحله فيها تغيير وجودي او المشاعر بتاعتي. فيرسس تحت كده الهوريزونتال، او الجزء سوري الفيرتيكال اللي هو الخاص ب التايم. التايم انت في انهي وقت وهتاخد قد ايه. يعني اول مرحله لما تيجي تقرر عمليه التغيير وتقول يلا هنغير، يبقى الموظف في مرحله الاستابيليتي. الله، هم يعملوا ايه؟ هو انا مش عارف التغيير ده هيبقى صح ولا غلط. بمعنى صح، لو كان عندك المخازن بتاعتك بتمشي بصورة دفتر وانت عايز تعمل رقمنة او ديجيتاليزيشن للمخزن، عايز تدخل سوفت وير، الناس تدخل داتا على الاكسل على الاقل لو حاجه بسيطه، وعلى سوفت وير تبقى عارف جرد كل قد ايه، كل التفاصيل دي كلها عايز تدخل كل داتا المخزن معاك عندك على السوفت وير. فيبدأ الناس في هذه المرحلة في المخزن ستيبل، طب يلا هنشوف. تيجي المرحلة التانية اللي هو بعد مرحلة الاستابيليتي أو الثبات، هو ماشي معاك بقاله أسبوع كده، أنت بتبدأ تدخل الكمبيوتر، تبدأ تشوف النظام، المهندس بيجي يشوف يدربهم الكلام ده. الجزء التاني هتبدأ أول مرحلة من النيجاتيف ايموشنز اللي هو inability to act، مش عارف يعمل او مش قادر يمشي على السوفت وير، او مش قادر يحقق اللي انت عاوزه من استخدامك للسوفت وير. هو يا اما قصور على المستوى الشخصي، يا اما هو مش عايز ان الموضوع يكمل لان هو كان في الكومفورت زون وماشي كويس. فيبدأ المرحلة دي، خلي بالك، هو بعد فترة من الزمن صغيرة أو كبيرة بتعتمد على حاجات كتيرة جدا، منها عدد الناس اللي معاك في المخزن، قدرة الناس على التأقلم أو التكيف مع الوضع الجديد. كل ده في المرحلة الأولانية. مرحلة الثانية زي ما ability to act، هم كلهم فرد منهم، بعض الناس مش عايزين يشتغلوا. فتلاقي أول حاجة النيجاتيف ثوتس اللي هتطلع هنا. اتنين، ديناي، يبدأ ينكر بقى، أو سوري ثلاثة، يبدأ ينكر عملية التغيير. عادي يعني السوفت وير هيعمل ايه، ما احنا كنا بنعمل الكلام ده كله. عادي يعني ما احنا كنا بنطلع المرتبات من غير سيستم، كنا دفتر حضور وانصراف. عادي يعني كنا بندخل كل البضاعة في وقت معين. عادي يعني ما هي بتاخد نص يوم زي ما كانت بتاخد قبل كده. يبدأ دينايل ينكر عملية التغيير. تخيل، اللي هي المفروض في صالحه، هتوفر عليه وقت، هتوفر عليه مجهود، هتوفر عليك انت مصادر، كل الكلام ده كله، بس هو يبدا ينكر. المرحله الرابعه انجر، متضايق، محدش سمع له، يا جماعه ان السوفت وير، اصل الكمبيوتر مش مهم، اصل احنا بدانا نحط وندخل على كده ويبقى فيه غلطات. وانت ماشي في عمليه تغيير زي القطر، ما بتفكرش في الناس اللي حواليك، لان انت زي ما احنا قلنا من شويه،
انت واخد عمليه التغيير بناء على مصادر ومعلومات، وقررت بناء على التشنج ايكويشن اللي احنا قلناها قبل كده ان انت تغير دلوقتي. فيبدا الراجل يبقى في المرحله دي متضايق. الانجر بقى هيبدا بقى هو مش بس على مستوى الشخص يتضايق، على مستوى المخزن يتضايقوا، لا على مستوى الشركه يبدا ينقل بقى نيجاتيف ثوتس للناس، ويبدا الانجر ايموشن يظهر مش على مستوى الاشخاص دول بس. هيبدا بقى موضوع كبير في الشركه كلها، يتكلم مع كل الناس، يبدا يقول نيجاتيف ثوتس على المستوى الخارجي، ده احنا بدانا الناس دفعت فلوس على الفاضي في السوفت وير، ده في مشاكل، ده في باجز، ده يبدا مرحله النيجاتيف تبقى منتشره بقوه. رقم خمسة بعد ما قلنا هو stable، هو enable to act، هو deny ينكر، هو بقى anger متضايق، يبدأ مرحلة البرجلينج، يبدأ يتفاوض معاك. طب والله مش شرط نعملها في 3 4 أيام، إيه رأيكم لما ندخل بس الجزء بتاع المستلزمات وما ندخلش الجزء بتاع العملية الحاجات التكنيكال؟ إيه رأيك إن إحنا نجيب موظف جديد ويبدأ هو اللي يستخدم ده وإحنا شغالين بالدفتر، ونبدأ الاتنين مع بعض؟ يبدأ يتفاوض معاك في امور كتيره جدا خاصه بعمليه الاداره او عمليه التغيير بتاعك، ويبدا يتفاوض. طب خد حته وانا اخد حته، ده نجرب ده في خلال، انت كنت عامله في 6 شهور، طب ايه رايك نمد المده تبقى سنه؟ إيه انت كنت عامله في شهر، يقول لك طب في شهرين، طب انت كنت تدخل كل المنتجات، لا ندخل نص المنتجات اللي هي الجديده، القديمه خليها لحد ما تخلص. يبدا يتفاوض معاك وانت ماشي قطر في عمليه التغيير. زي ما احنا بنقول، انت عامل التغيير بتاعك بناء على معطيات معينه، مهمات انت عملتها، مواقف انت خدت القرار بناء على اساسها، ما خدتوش اباء ولا اعتباطا. فبالتالي هو الموظف هيبدا يركز معاك في مرحله البارجننج، انت خلاص ماشي قطر. المرحله بقى اللي بعد كده هي الديبريشن. عمل كل اللي يقدر عليه، بدأ يكلم الناس اللي فوق والناس اللي تحت، يبدأ ينجد في خطوط، يتفاوض معاك، يقول يحصل بارجنينج في وقت معين. طب انا كنت عاوز كده، لا مش عاوز كله، انا عايز 50%، طب انت كنت عاوز 50% 100%، خليك 50%. يبدأ الراجل في مرحلة الدبريشن وانت ماشي برضه متوتر. وبعد كده انت ماشي في الوقت بتاعك وحاطط تايم فريم لعمليه التغيير، ومشيت قدما في عمليه التغيير، ووصلت للمرحله النهائيه، خلاص الراجل اكسبت. فانا بقول لك دلوقتي في المراحل السبعه دول، الراجل ده بعد فتره من الزمن هيأكسبت عمليه التغيير طول ما انت ماشي فيها بناء على معطيات، وحاطط تايم فريم، وحاطط مايل ستون، وحاطط اند بوينت لكل فتره. ولكن هو اللي تشالنج معايا النهارده اللي اقوله لك ان انت في الايموشن ريسبونس دي خلي بالك من التغييرات العاطفيه او الفسيولوجيه للناس بناء على التغيير اللي انت عامله. هيبقى عندك مهمتين كبار قوي في عمليه التغيير، او عمليه التغيير في جزئين وايموشن ريسبونس. من فضلك ما تخليهمش يطولوا، من فضلك حاول تكنترول عليهم باي كنترول ايجنت، سواء تشينج ايجنت، سواء فولو اب، سواء فولو ثرو. كل التفاصيل دي خلي بالك من جزئين مهمين جدا. الجزء منهم اللي هو مرحله الانجر، الراجل غضبان فيبدا يشوط ويعمل مشاكل، ويقول لك ممكن يعمل حتى مشاكل غلط في عمليه السوفت وير اللي انت عامله جديد. ومرحله الدبريشن لانه هيبقى الانتاجيه بتاعته اقل، فخلي بالك تكنترول الجزئين دول. ومرحله الايموشنال ريسبونس دي مهمه جدا، وعندنا فيها كلام كتير جدا، وكورس بنتكلم فيها ازاي تكنترول كل ايموشنز من الايموشنز دي. فنصيحه الحراك في هذه الحلقه ان انت خلي بالك انت واقف في انهي مرحله، خلي بالك ازاي تتعامل مع انهي مرحله، خلي بالك ايه اخطر مراحل هتمر مع الموظف بيها عشان توصل للتشينج اللي انت عاوزه. عشان كده لازم تاخد بالك قوي ان في ايموشن ريسبونس وازاي تتعامل معاه. شكرا.